تفتكر انت اللي بتاخد قراراتك ولا حد جواك هو اللي بيتحكم؟ صدق على تصدق 80% من قراراتك مش انت اللي واخدها بايدك. تعالى ونشوف اللي ما تعرفوش عن عقل الانسان. اللي ما تعرفوش عن عقل الانسان: العقل البشري ده اعقد من اي كمبيوتر اتعمل، واللي بنستخدمه منه اقل من 10%. بس المفاجأة ان معظم قراراتك اليومية بياخدها اللاوعي من غير ما تحس. ازاي يعني ممكن يحصل ده؟ هقول لك. العقل عنده نظامين: الواعي وده اللي بتفكر بيه وبتختار وبتحسب وكل حاجة، أما اللاواعي ده بيفكر في الخلفية، بياخد قرارات بناء على تجاربك ومشاعرك وذكرياتك. يعني لما تختار تيشيرت معين مثلا أو تمشي في طريق معين، ممكن تكون واخد القرار أساسا قبل ما تكون بتفكر فيه. وبالنسبة للموضوع ده في أرقام غريبة. الدراسات بتقول إنه من 80 ل 90% من قراراتنا يوميا بتتخذ لا شعوريا. المخ بيحلل حوالي 11 مليون معلومة في الثانية، بس الوعي بياخد منهم 40 بس. تأثير ده علينا: إعلانات بتشتغل على اللاوعي عشان تخليك تشتري من غير ما تحس. قرارات الحب، القلب ليه دور، بس اللاوعي بيكون قرر من أول نظرة. حتى إنك ممكن تنجذب لحد بسبب ريحته من غير ما تاخد بالك. طب إزاي ممكن نقدر نتحكم شوية؟ مش هتقدر تمسك كل حاجة، بس لما تبقى واعي إن في حاجات بتتقرر جواك تبدأ تاخد بالك من تصرفاتك وتراجع نفسك أكتر. وخلينا نقول إن تمرينات زي التأمل والكتابة بتساعدك تتصل أكثر باللاوعي بتاعك. في الآخر، عقلك أداة عبقرية، بس مش دايما أنت اللي ماسك الدركسيون بتاعها. وعشان كده خليك واعي، راقب نفسك، وافتكر إن ورا كل قرار بسيط في عقل بيشتغل أكتر مما تتخيل. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وابعت الفيديو للي دايما بيقولك أنا واخد قراري عن قناعة. وتحياتي.